بتهمة الردة عن الإسلام واعتناق المسيحية والتبشير بها داخل ليبيا، يحاكم 6 ليبيين وقد يواجهون عقوبة الإعدام. هذا ما أثار جدلا واسعا وردود فعل داخل وخارج البلاد. حيثيات هذه القضية تعود لنحو شهر عندما نشرت فيديوهات للموقوفين. طبعا الفيديوهات التي نشرها جهاز الأمن الداخلي الليبي لا يمكن نشرها لأسباب تحريرية، لكنها حملت اعترافات يقول أصحابها إنهم إما ارتدوا عن الإسلام أو دخلوا في نشاط تبشيري، ولا يتضمن نشرها أي معلومات حول مجريات التحقيق أو التهم الرسمية التي وجهت إليهم. فتساءل الكثيرون عن الظروف التي تمت فيها تلك الاعترافات، وما إذا كانت بحضور محامين للدفاع عن المعتقلين. وقبل 3 أسابيع نشر الجهاز أيضا اعترافات قال إنها لشخص أمريكي يدعو إلى الديانة المسيحية، واعترافات لفتاة ليبية تبلغ من العمر 22 عاما ضبطت بسبب ارتدادها عن الإسلام واعتناق المسيحية والدعوة إليها في المجتمع الليبي. منظمة Human Rights Watch انتقدت السلطات الليبية بسبب هذه الفيديوهات، وحثتها في بيان على ما يلي: يجب إعادة تعريف الأفعال الإجرامية لاستبعاد ممارسة الحق السلمي في التعبير عن الآراء والتجمع وتأسيس الجمعيات. السلطات الليبية تقمع المجال المدني باستخدام ذريعة تطبيق اللوائح القانونية، ويجب عليها حماية هذا المجال. طبعا انتقاد السلطات الليبية لم يقتصر على المنظمات الدولية، بل أيضا على مواقع التواصل عبر الكثيرون عن استهجانهم لما حدث. فمثلا عبد الغني علي يقول: حرية الاعتقاد مكفولة في الدين الإسلامي ولا داعي للمساومات. أما جوزيف خبيز يقول: في أوروبا في المسلم يبشر بالإسلام في الساحات العامة ولا يحكمون عليه بالإعدام، لأنهم يعطون الحرية للجميع، مسلم هندوسي مسيحي ويهودي، وكلهم مواطنون بالقانون. نحتاج لسنة ضوئية للوصول لما وصلت إليه أوروبا والعالم المتحضر. أما فرج فيقول: ثق تماما بأنه لا أحد يستطيع إعدامهم، فقرار الساسة الليبيين ليس بأيديهم. أما آخر تغريدة فمن درهانة تقول فيها على الغرب أن يتعامل مع الدول الإسلامية بشكل صريح وواضح، ويلزمها بالسماح بالحرية الدينية عبر قرارات تصدر من الهيئات الدولية. فكما يسمح بالتبشير الديني للمسلمين في الغرب بشكل حر، كذلك على الدول الإسلامية أن تعي أن عليها الالتزام بمعايير حقوق الإنسان الأساسية. شكرا جزيلا لمشاهدتكم ترندينج. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.